السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض بقى غدا في السريع. هنسلق فراخ ونحمرها في الفرن، ونطلع منها كده شوربة صافية ورايقة. وهنعمل كمان مكرونة بشاميل بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. وهنقدم معاها محشي كرنب، طبعا الراعي الرسمي للشتاء. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. تعالوا نشوف هنحتاج ايه ونعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا كيلو لحمه مفرومه و3 بصلات كبار. انا هعمل كيلو ونص مكرونه، عشان كده هحتاج لها كيلو لحمه مفرومه. حطيت بقى كده طاسه على النار فيها زيت او سمنه او زبده، الماده الدهنيه اللي انتوا بترتاحوا فيها، الاكل اذواق زي ما احنا عارفين. نزلت عليها بقى البصل، يا دوبك البصل يدبل بس، وبعد ما يدبل بنزل عليه باللحمه المفرومه. ممكن بقى نحط فلفل اخضر بارد او فلفل اخضر سبايسي، برضو مفيش مشكله عادي. وممكن نحط طماطميه كبيره كده مبشوره، او ممكن معلقتين 2 كبار صلصه. انا هحط صلصه، وانزل عليها بقى بالملح والفلفل الاسود، ومعلقتين 2 كبار صلصه، او زي ما انتم حابين ممكن صلصه او طماطم مبشوره. واحط برضو توابل الحصى بتاعتها، اللي هي القرنفل والحبهان والورق اللورا. الحاجات دي بتفرق جدا في طعم اللحمه وكده، بتديها نفس حلو وريحه حلوه برضو. وممكن برضو نحط معلقة من البهارات السبعة، او ممكن نحط قرفة عيدان او قرفة اللي هي المطحونة ديت. تمام، اللي حابب حاجة يحطها مفيش مشكلة عادي جدا. وممكن برضو نحط فص ثوم برضو مفروم او بحاله، مفيش مشكلة عادي. الاكل اذواق زي ما احنا فاهمين. زي ما انتم شايفين كده ابتدت تدخل في السوا خلاص. هنسلق بقى مع بعض المكرونة. حطيت بقى حلة على النار فيها مية وملح وزيت، ولما المية غليت نزلت عليها بالمكرونة، 3 اكياس مكرونة. وبعد ما تتسلق بشيلها وبصفيها من المية اللي فيها. هنحتاج هنا 2 كيلو لبن حليب عشان خاطر نعمل البشاميل، وكمان 10 معالق دقيق بالمعلقة اللي احنا بناكل بيها. انا هعمل مقدارين 2 عشان هعمل كيلو ونص مكرونة. لو هتعملوا مقدار واحد يبقى كيلو واحد لبن حليب وعليه 5 معالق دقيق. وهعمل بسمنة بلدي. لو هتعملوا بزبدة او سمنة بلدي او سمنة عادية ماشي، بس لازم تحطوا مع الزبدة ديت او السمنة معلقة زيت، عشان خاطر السمنة ما تتحرقش منكم. حطيت بقى السمنه والزيت، سمنه بلدي، ونزلت عليهم بالدقيق على نار هاديه كل دوت، واقلب لحد ما البشاميل يستوي. وبعد كده انزل عليه باللبن الحليب واحده واحده بالتدريج. اهم حاجه ما انزلش باللبن كله مره واحده، لان لو نزلت باللبن كله مره واحده البشاميل ده هيبقى قوامه كده خفيف خالص، ومش هيتخن معايا وياخد وقت طويل جدا على النار وممكن يتحرق مني. اهم حاجه انزل شويه حليب واقلب لحد ما البشاميل يشرب وقوامه يتخن كده ويلف ويبقى حلو. انا هنا في البشاميل عملت بلبن حليب بس، ممكن انتم تحطوا نص الكمية لبن حليب ونص الكمية التانية شوربة. وممكن برضو تحطوا 3/4 الكمية لبن حليب اقصد، وربع الكمية شوربة. الاكل اذواق زي ما انتم حابين، اللي حابب حاجة يعملها. وممكن برضو بدل الشوربة تحطوا من مية سليق المكرونة، بتنفع برضو. ممكن برضو تحطوا مية عادية وتزودوا على المية العادية ديت ايه، مكعب مرقة دجاج. الاكل اذواق. وبعد ما البشاميل قوامه يلف كله ويتخن معايا زي ما انتم شايفين، بحط عليه شويه ملح وبسيبه يبرد. اهم حاجه بسيبه يبرد، لان انا هحط فيه قلبه بيض. لو مش هتعملوه ببيض ممكن تعملوه كده سخن عادي. ده القوام بتاع البشاميل، وكل ما يبرد اكتر قوامه بيتخن اكتر. معايا هنا بقى 4 بيضات ورشه ملح صغيره ورشه فلفل اسود. تمام كده. انا هنا هحط بيض على البشاميل، لان ما بيحبش البيض ما يحطش عادي جدا. احنا بنحبه بالبيض ومتعودين عليه. الاكل اذواق، واللي متعود على حاجه يعملها. بعد ما البشاميل برد معايا حطيت عليه 4 بيضات. انا هنا كنت بحط بصراحه قبل كده، قبل ما الاسعار تغلى يعني، كنت بحط كميه بيض اكتر من كده. بس بعد ما الاسعار ما غلت بتحط ايه، بيضتين 2 لكل معيار بشاميل واحد. هنا عامله هنا معيارين 2، فحطيت 4 بيضات. وديت المكرونه بعد ما اتسلقت بحط عليها 3 كبشات مكرونه كده، ولا 2 ولا حاجه. وبقلبها كده عليها. واكون طبعا بسخن الفرن بتاعي عشان خاطر ادخل المكرونه على فرن ساخن. وبعد ما بقلب البشاميل على المكرونه بجيب بقى الصينيه او الصاج اللي هحط فيه المكرونه. بنزل كده بكام كبشه بشاميل كده في ارضيه الصينيه. وبنزل بكميه بنص كميه المكرونه بتاعتي. انا هنا كنت برضو بعمل صينيه تانية، بس طبعا ما صورتهاش لان المكان ضيق عندي، فمش هيساعي صينيتين 2، يا دوبك بيجيب صينيه واحده بالعافيه. وبعد ما فردت نص كميه المكرونه حطيت عليها كبشتين بشاميل
البشاميل برضو تاني، وهنزل عليها بكميه اللحمه بتاعتي. بعد ما افرد اللحمه على المكرونه، حابين مثلا تحطوا جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر او جبنه رومي، تمام شغال. حابين زيتون برضو شغال، تمام. الاكل اذواق، عايزينها عاديه جدا مفيش مشكله عادي. وبعد كده بنزل عليها بباقي كميه المكرونه بتاعتي. وبعد ما احط المكرونه كده وافردها، بنزل عليها بكميه البشاميل الباقيه بتاعتي كلها. وبعد ما افرد البشاميل عليها كله، حابين بقى تحطوا برضو زيتون او جبنه شيدر او ميكس جبن مثلا او جبنه موتزاريلا، مفيش مشكله عادي جدا. او تحبوا تحطوا على وشها قشطه او مثلا بضايه مثلا، مفيش مشكله عادي جدا. الاكل اذواق، اللي حابب حاجه يعملها. وندخلها بقى الفرن، على حسب بقى الفرن بتاعكم ما يسويها. هنولع من تحت بس، على درجه حراره عاليه للفرن الكبير ودرجه حراره متوسطه للفرن الصغير. الفراخ بتاعتنا بعد ما نقعناها زي ما احنا متعودين في ميه وملح وخل وليمون، ونشطفها بقى كده، نحطها في حله على النار، ومعاها طماطم وجزر وبصل وفلفل اسود وحبهان وقرنفل. نشوحها عشان خاطر نحط عليها ميه بعد ما تتشوح. بعد ما تتشوح معانا على البوتاجاز، هننزل عليها بالميه عشان خاطر نعمل شوربه، وبرده هنحمرها في الفرن. دي المكرونه بعد ما طلعت معايا من الفرن. نيجي بقى للفراخ اللي بعد ما طلعت معانا من الشوربه. بعد ما طلعت معايا وعملت شوربه معايا زي ما انتم شايفين كده، معايا هنا معلقتين صلصه او كاتشب او اي حاجه متاحه عندكم، او طماطم مبشوره، كله شغال عادي. وعليها معلقه سمنه او معلقه زيت او معلقه زبده، وفلفل اسود. وندهن وش كده الفراخ فيها زي ما انتم شايفين كده، ونولع عليها الشوايه من فوق، وندخلها الفرن ونولع عليها الشوايه من فوق تاخد لون. حابين تحمروها في الزيت مفيش مشكله عادي، حابين تاكلوها زي ما انا بعملها مفيش مشكله عادي. وده بقى الكرنب، محشي الكرنب احنا عملناه قبل كده مع بعض. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب، وبالنسبه للناس اللي بتتابعنا على الفيسبوك هحط لكم اللينك بتاع اللي هو المحشي الكرنب دوت في الفيديو فوق الفيديو فوق كده، مع المكونات بتاع الوصفه بتاعتي. وده خلاص كنا خلصنا الاكل خلاص اهو زي ما انتم شايفين، والشوربه رايقه وجميله زي ما انتم شايفين. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعي، واعذروني بقى اذا كان صوتي تعبان، لان انا كنت واخده دول برد محترم، وكان زوري كان مقفول خالص. على ما ابتديت افوق بقى وزوري ابتدى يفتح تاني ويبقى كويس. ويلا جربوها هتعجبكم. يلا بقى سلام عليكم، باي باي.